مع الشهر جاي الله يكون بعونه، ورا رمضان، ورا العيد، تجهيزات حق رمضان، مصرف الشهر نفسه، العيد والملابس، وايد امور. لكن من يكسر خاطري؟ يكسر خاطري اللي مو مرتب حق هذه الامور، اللي كانه توه يدري انه في رمضان راح يجي بشهر 3، اللي توه يدري انه في عيد راح يجي بشهر 4، اللي كان ما يعرف ان هذه الامور راح تصير. هذه سوء دبره منك. انت تدري متى رمضان، وتدري متى العيد، وتدري متى العيد اللي وراه، وتدري شنو مصاريفك، وتدري انك تدفع عيادي. خطط حق الموضوع بكل سهوله. لك سنه من الحين تقدر تخطط حق رمضان اللي جاي 2026 والعيد اللي معاه، العيد اللي بعده. انت عارف شنو مصاريفك، استقطع مبلغ بسيط وحطه في حساب خاص سمى مصاريف رمضان، سمى العيادي، سمى ملابس العيد، ايا كانت طريقتك وايا كانت اهدافك. لكن من الحين اعمل حسابك، هذه اشياء معروفه وواضحه متى بتصير، تدري انت متى بتصير، مو جايه فجاه، مو شيء ما تدري عنه. فلذلك اذا كان هناك خطا في استقبالها، خطا منك انت، مو انها جت فجاه، هي مو سياره واختربت مره واحده. واضح؟ خطط لحياتك الماليه وخطط لاهدافك صح عشان تعيش مرتاح وما تتضايق في الشهر اللي تجيلك مثل هذه الامور فيه. يعطيكم العافيه.